حري بنا اليوم أن نتجند جميعنا صفا واحدا تحت قيادة رئيس الجمهورية، وهو يستهل عهدته الرئاسية الثانية والمضي قدما على درب تكريس دور الجزائر على الساحة الدولية، والدفاع قولا وفعلا عن حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها. في مكالمة هاتفية بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الجزائري أحمد عطاف عددا من القضايا الإقليمية والدولية من بينها غزة ولبنان والصحراء الغربية، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما، وذلك عشية استقبال الرئيس الجزائري هذا اليوم وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني. تقارير إعلامية عن وجود وساطة عربية لإعادة العلاقات بين المغرب وإيران بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين بسبب اتهام الرباط طهران بدعم جبهة البوليزاريو عسكريا عن طريق حليفها حزب الله. التوجه الإيراني للمصالحة مع المغرب دشنه وزير الخارجية الإيراني الأسبق حسين أمير عبد اللهيان الذي قضى في تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. الجزائر نايضة كتجذب وتحركات دبلوماسية كثيرة من بعد ما عرفت واقتنعت بأن قضية الصحراء المغربية دخلها الملك محمد السادس الفران وصلها لمرحلة الحسم. عطاف وتبون كيتصلوا صباح وعشية بالإدارة ديال ترامب وكيطلبوا كيرغبوا كيزاوقوا على قضية الصحراء المغربية، وعطاف كيعيط كل ساعة لإيران من بعد ما عرف بأن القضية فيها الصلح ما بين المغرب وإيران، وباللي وساطة عربية باش يتصالح المغرب وإيران ما بقى لها والو تسالي. وإيران عبرت على الاستعداد ديالها التخلي عن الدعم ديال البوليساريو الإرهابية اللي صنعتها الجزائر في المقابل الصلح وعودة العلاقات ما بين البلدين. الاعتراف الاخر ديال فرنسا بمغربية الصحراء، عودة ترامب للمشهد السياسي الدولي والدعم ديالو المتواصل لقضية الصحراء المغربية. الصلح مع إيران أكبر داعمي البوليساريو والجزائر في شمال إفريقيا. حسم ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة في سنة 2025. هادشي كامل خلى الجزائر تبدا تركل على اليمين وعلى الشمال. دبر الملك محمد السادس حسم نهائيا ملف الصحراء المغربية وذبح الكبرانات ديال الجزائر دابا كيتركلوا كيتسناو الروح تطلع، لدرجة أن وزير خارجية الجزائر عطاف خرج لها نيشان وقالها كما سمعتوا في الفيديو باللي العهدة الثانية ديال تبون غادي يسخرها كاملة لقضية الصحراء المغربية. فلوس البنك يديهم زعطوط، ودابا الكبرانات غادي يجوعوا الجزائر كامله ويخسروا فلوس كحلال العصابه ديال البوليساريو، وغادي يعمروا الشنطه بالفلوس عاوتاني ويمشيو باش يطلبوا ويرغبوا باش ما يتحسمش ملف قضيه الصحراء المغربيه في سنه 2025. دابا المغرب في مرحله الحسم ديال ملف الصحراء المغربيه كما قال ملكنا محمد السادس، والجزائر كدوز من مرحله صعيبه مع المغرب وما بقى والو. تسمعوا عاوتاني من جديد كلمه حقرونا المروك، طريحه ديال العصا اللي كلاو عند